السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان هي مامتها بتكلمها في التليفون كل شوية، تسألها على حاجة، يعني حاجة بخصوص اخواتها وكده. فجوزها اتضايق، ففي مرة بتكلمه راح مزعق. فبتقول انا ايه قلت بقى ايه احسن عشان ايه ما تبطل تكلمني تاني. فبتقول بعدها بشوية راحت متصلة تاني فبتكلمني عادي، فراح جوزي راح نطش التليفون. فراح مزعق لها، انت كل شويه تتكلمي انت في ايه مش عارفه ايه، وقعد يزعق في ماما جامد. راحت قافله السكه في وشه، راح متدور لي، انت ازاي امك تقفل السكه في وشي؟ انت بتستهبلي، انت امك فيها، امك معرفش ايه، انت. فبتروح رحت متصله بيها تاني، ايه يا ماما انت ازاي تقفلي في وشه السكه؟ ده هو زعلان، خدي اعتذري له. قالت لها اعتذري؟ انت اتجننتي، ما يتفلق. راح قال لها طب عليا الطلاق بالتلاتة، امك ما تجيش هنا غير لما تصالحني انا وتتأسف لي. قلت رحت قايله لاخواتي، واخواتي كان يعني راحوا قلت لهم يعني على اللي حصل وكده. فاخواتي بيقولوا لي ايه عادي، يعني انت اللي غلطان، يعني جوزك اللي غلطان. فانا مش شايفه، انا فبقول لهم لا ازاي ان جوزي غلطان؟ ما ماما اللي بتقول عليه ما يتفلق. ايه يتفلق؟ انا زعلان على ازاي تقول كده؟ ما ينفعش تقول كده، ولازم تعتذر. انا بقول لها اعتذري تقول لي يتفلق؟ لا. فانا ما بكلمهاش، واخواتي بيروحوا يتجمعوا هناك ويكلموني يقولوا لي تعالي، اقول لهم لا مش هروح ولا اكلمها غير لما تعتذر لجوزي. ازاي تقول على جوزي يتفلق؟ واخواتي حاولوا يصالحونا وانا مش راضيه، وماما برضه مصممه، وقالت تحرم عليا في الموت والحياه، وحتى لو مت ما تمشيش في جنازتي ولا تحت الغسل. وانا اللي زعلان، هي بتقول كده لان انا اللي زعلان. وجوزي عمال يحلف ان ما كلمهاش ولا هي تيجي غير لما تعتذر. وانا شايفه ان هما غلطان، ومش عارفه اعمل ايه. والله انت وجوزك بجحين، يعني شايفاكوا انت وجوزك بجحين يعني ايه ازاي يحلف عليك ان ما تكلميش امك؟ وازاي اصلا يمسك التليفون ويزعق لامك وانت واقفه ساكته كده؟ هي امك بتكلمك ان هو ماله؟ او انت عارفه ان جوزك هيقبل؟ طب هيقلب معلش يا ماما دلوقتي شويه كده واكلمك. لكن انت معايا في ان وتقولي لها اعتذري له؟ لا، ازاي تعتذر له يعني؟ حتى لو هي غلطانه ازاي تعتذر؟ ما زي ده زيها زي ابنها. يعني هو لو امه غلطت فيه هيقول لها اعتذري لي؟ وانتي عايمه على عمه على عمه؟ ازاي؟ ده امك ثم امك ثم امك ثم اي حد. ازاي بقى كده؟ وانتي كمان اللي تقولي لها اعتذري له عشان قلتي يتفلق؟ يعني صعبان عليك يتفلق، لكن مش صعبان عليك امك اللي هو زعلها في التليفون؟ وهو ليه عندها عشان يزعل؟ عيب اصلا. انا شايفاك انتي يعني انتي غلطانه، انتي رخره وتخاصميها. في حد بيخاصم امه؟ لا، وكمان اخواتك بيتحايلوا عليكي وانتي لا بتتبغددي مش راضيه؟ ما يتفلق الف مره. لكن امك انت المفروض انت اللي كنت قلبتي مش هي. انت ازاي تكلمه بالطريقه دي؟ يحلف مد يمين وقعيه عشان انت اللي غلطان. انا شايفاك انت وهو غلطانين وبجحين قوي. وامك من حقها تقول كده عشان صعبان عليها منك. انت تقولي ازاي اعتذر لجوزي؟ انت اتجننتي؟ لا طبعا، انت غلطانه انت وهو، وانتوا الاتنين تروحوا تراضوها وتصالحوها، مش هي اللي تراضيكوا. واخواتك يتحايلوا عليكي عشان ايه اصلا؟ فانتوا قلنا ايه رايكم في الكومنتات ولايكات بقى. واسفه على ان انا بنهج عشان تعبانه والله، فادعولي ربنا يشفيني. يلا سلام عليكم، صلوا على النبي، ولايكات بقى، وسلام عليكم في فيديو جديد.